لو في اختلاف ما بين زمان ودلوقتي، فزمان كنت بتضحك وتلعب وتتحرك، ودلوقتي بتحس ان في اختلاف وانك انت اتغيرت ومش فاهم ايه اللي حصل لك، الاحساس ده حقيقي، ده اسمه اكتئاب. الاكتئاب بيخلي جوانا المخ شوية عطلان، المناطق المسؤولة عن المتعة والطاقة والتركيز كأنها تعبت، فنلاقي نفسنا مش مبسوطين بالحاجات اللي كانت بتفرحنا، مش عندنا نفس الطاقة، ومش عايز تعمل حاجة حتى لو عارف انها حلوة. ده مش معناه انك انت اتغيرت والقديم منك اختفى خلاص ومش هيرجع تاني. اللي انت كنت عليه زمان لسه جواك، بس الاكتئاب عامل زي السحابة التقيلة كده ومغطية عليك شوية. ممكن نعمل خطوة عملية وتعالى نحرك السحابة دي. في 3 حاجات ممكن كنت زمان بتحب تعملها، زي لعبة معينة، كرتون بتحب تتفرج عليه، فيديو، فيلم، رسم، قرآن. اختار حاجة واحدة كل يوم تعملها لمدة 10 ل 15 دقيقة، ومش لازم تحس انك انت مبسوط جدا وانت بتعملها، يكفي بس انك انت جربت وتكمل الوقت لغاية اخره. وبعد كده اسأل نفسك سؤال: حاسس بتحسن بسيط؟ حتى لو درجة واحدة من 10، لو في تحسن بسيط فده دليل ان السحابة بتتحرك وانها مش ثابتة وانك انت بتستجيب، ودي حاجة لطيفة. عايز اقولك على حاجة اخيرة، انك انت ما اتغيرتش والقديم بتاعك راجع. الفكرة بس ان دلوقتي فترة مزاجك فيها منخفض، النسخة اللي انت كنت بتحبها من نفسك تقدر ترجع تاني واحدة واحدة. انا محمد علي، دكتور نفساني.